السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. النهارده فيديو مهم جدا، هنتكلم عن اكتر الاخطاء المبتدئين بيقعوا فيها وهو لما بييجوا يبداوا تمرين. جهز كوبايه القهوه بتاعتك الحلوه ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هي العشوائيه. ايوه زي ما سمعت، العشوائيه. في عشوائيه في التمرين، في عشوائيه في التمرين. لا اسف جدا، اندمجت في التمرين وممكن تؤدي الى النتائج بتاعتي ما تبقاش احسن حاجه. ممكن تؤدي النتائج بتاعتك مش احسن حاجه، وممكن تخليك ما تعرفش تتراك التقدم بتاعك. وده اهم حاجه من ترتيب التمارين بتاعتك وتثبيت التمارين اللي احنا بنقول عليها، ان انت مش شرط كل شويه تغير نظام تدريبي عشان الزهق. هو ممكن يكون كويس لو انت يعتبر متوسط او بقالك فتره بتتمرن اكتر من 6 شهور، اكتر من سنه ونص، سنتين بتتمرن، وعادي ممكن تنوع بين تمرينك من الزهق عشان ما تزهقش من التمرين والموضوع يبقى اكسايتنج بالنسبه لك. لكن تثبيت التمرين مش هيخسرك، بالعكس لا هيكسبك كتير جدا. ان انت تبدا تتمرن على الحركه صح، تبدا يبقى في نيرو ماسكولار ادابتيشن، تاقلم العضله العصبي مع الحركه، تبدا تحط لود اكتر، سواء ان انت كنت بتزود في الوزن او بتزود في المجاميع او بتزود في الاعداد بتاعتك او بتبطئ التيمبو بتاعك. فدي اهم حاجه، ما تتمرنش بعشوائيه. حدد انت هتتمرن كام يوم في الاسبوع، حدد انا هتمرن ايه في الاسبوع ده. هتمرن 3 ايام هتمرن بوش بول ليجز، هتمرن 3 ايام دول فول بودي، هتمرن يوم الف زي يوم ب ولا لا، هيبقى في اختلاف ولا لا. لازم تبقى حاطط المواضيع دي في الحسبان، ان انت تثبت التمرين بتاعتك. لو انا هتمرن يوم بوش ويوم بول ويوم ليج، بعد كده بوش بول ليج هكرر، يبقى انت عندك كده نموذجين من التمرين تقدر تقسم عليهم التمرين بتاعك ليومين في الاسبوع. يوم بوش اول يوم، تاني يوم بوش في الاسبوع، ده هيبقى تاني يوم. ده تمرين وده تمرين ثابتين لمده 6 أو 8 أسابيع عشان تقدر تقارن بعد كده الأوزان بتاعتك في التمارين دي. انكلاين بار بريس في أول يوم، يبقى هثبت أول يوم عندي الانكلاين بريس. في تاني يوم عندي لا بدأت فلات بار، هثبت الفلات بار، وهكذا. واختيار التمرين مهم برضو، ان انت تحط التمرين المركبة في بداية تمرينك اللي هي بتشغل اكتر من مفصل، فدي بتستهلك طاقه اكبر منك. وبرضه على حسب الهدف بتاعك، يعني انت كراجل عايز يزيد عضلات ممكن تهتم شويه بالحركات بتاعه العزل، ان انت تهتم ان انت تزود الميكانيكال تنشن، تزود اللود على العضلات بتاعتك بصوره ما، سواء بان انت بتلعب في الحجم التدريبي او بتلعب في الاعداد او بتلعب في الاوزان عشان تخدم الهدف بتاعك. فانت برضه لازم تكون عامل كل حاجة، يعني مش بعشوائية. تكون انت على الأقل قريت عنها، او ان انت سألت حد، او ان انت على الأقل الكوتش اللي موجود معاك في الصالة تسأله اعمل ايه. وعلى فكرة مش شرط ان انت تتمرن مع مدرب اونلاين، مفيش تعارض بين الموضوع الاونلاين كوتشنج والفلور كوتشنج يعني، او البرايفت كوتشنج. بالعكس ممكن يكون البرايفت كوتشنج احسن ليك، ان انت تتمرن مع مدرب في الصاله بتاع الجيم، هيكون شايفك قادر ان هو يغير الاداء بسرعه، او قادر يعدل عليك بسرعه وهيديك المعلومه. لكن الاونلاين كوتشنج برضه هيقدر يعمل كده، لكن هو الفكره كلها في الوقت اللي انت بتبعت له في الفيديو يرد عليك ويعدل عليك الاداء. وخصوصا لو انت شخص مبتدئ، فالموضوع هيكون في البدايه محتاج ان انت تصور نفسك كتير جدا، وان انت تبعت له عشان يعدل الاداء، وان انت برضه يكون يعني كل واحد والتعلم بتاعه بيفرق عن التاني في التعلم الحركات، خصوصا لو تعلم عن بعد. يعني الموضوع بيكون صعب شويه، ما بيبقاش سهل. فاول حاجه كده يا معلم، ان انت تثبت التمرين بتاعتك، تثبت ايام التمرين بتاعتك، الايام اللي انت تعرف تنزل تتمرن فيها، تتجنب بقى العشوائيه شويه، تبدا تحفظ انا اتمرنت الاسبوع اللي فات كذا، او تكتب الاوزان بتاعتك والعدات عشان تقدر تعلي عليها لو عايز. لو انت حاسس النهارده تعبان شويه من الشغل، اكلك مش بتظبط، تبدا تنزل في الاوزان او الفوليوم بيكون بسبب، يبقى انت على الاقل عارف كل حاجه. تاني حاجه ان الناس بتستعجل الانتاج بسرعه، او ان هم ما بيصبروش اصلا. يعني مثلا لسه مشترك مع الكوتش، عايز انا في 4 اسابيع ابقى تنين او جامد زحليقه، او يا كوتش طب انت في تحويل نزلته كان جامد قوي في 3 شهور. طب هو جيناته كده، هو ممكن يكون لاعب اصلا قديم واتمرن معاه، او كان مدرب، لان في مدربين بتيجي تتمرن معاه وبيعملوا تحويلات يعني جميله جدا. هو اصلا بيكون اوريدي سايب الدايت، في شويه حاجات ممكن بنعدلها سوا مع بعض بتفرق معاه جدا، فبيبدا يرجع الماسل ميموري اللي عنده بسرعه احسن، وبيبدا ان احنا نشتغل على عضلات ضعيفه، فبتلاقي التحول بعد 3 شهور بتاعه واو. لكن مش كل الناس واو. انت لما بتيجي تخش تشوف التحويلات تلاقي في ناس عملت تحويلات واو ونشفان، وكنا بنسحب ميه وي الى اخره، وناس تانية لا خست دهون وزادت شويه عضلات وصحتها اتحسنت وتاقلموا على نمط الحياه الصحي، وده بالنسبه لهم مبسوطين جدا. فانت ما تقارنش نفسك بحد، ولما تعوز تقارن
تقارن نفسك هتقارن نفسك بنفسك. يعني انت هتصور نفسك اول يوم، وبعد 6 اسابيع 8 اسابيع تصور نفسك. شوف ميزانك في الاول اسبوع، شوف ميزانك في 8 اسابيع، شوف صورتك في اول اسبوع، شوف صورتك 8 اسابيع، شوف اوزانك في اول اسبوع، شوف اوزانك بعد 8 اسابيع. تالت غلطه ان الناس بتعملها حاجه اسمها اللي هو، اقولها لكم ازاي، صيغه معينه اقول لك بيها الخبر ده. يا ريت انا اتخنت وخلاص. جوني بتاع زمان راح، فاكر زمان بعمل دي؟ عارف انت لما تيجي تعمل فورمه في 3 شهور جامد جدا وتمسك دايت وتبقى انت خلاص ريستريكتد قوي والدايت ماشي عليه بص صراط مستقيم، ممكن ما تكونش بتاخد فري، وصلت للهدف اللي انت عايزه وتروح هوب وجبه فري، تاني وجبه، تالت وجبه، تبدا بقى تتراخى، ترجع لورا، تلتزمش بالتمرين بتاعك قوي، تتمرن بنص لبه زي ما بيقولوا، والدايت بتاعك بيروح في 60 داهيه وبتعك، وعادي بقى انت مقضيها عايش المرحله. لا، عيش المرحله يخرب بيتك، بتضيع كل اللي احنا عملناه. ودي انا شفتها اصلا في التدريب اونلاين، ان حد يجي يشتغل معايا 3 شهور هوب عمل فورمه كويسه يختفي يرجع تاني، رجعنا لنقطه الصفر. طب ليه؟ طب شغل دايت بنساه. بص، هو الموضوع لو انت خدته كاسلوب حياه، او ان انت لما تيجي تاخد التشيت ميل تاخدها مره واحده وترجع تلتزم بالدايت والتمرين عادي. التشيت ميل دي مش جريمه هتبهدل كل اللي انت عملته، الجريمه ان انت تفضل مكمل، لان معظم الناس تفضل مكمله في الموضوع ده ومش بتهتم اصلا انها ترجع دايت تاني، فدي بلوه في حد ذاتها. تالت حاجه بقى هي رابع حاجه، بس تقريبا انا سهيت وانا بشرح لكم في الفيديو، ان انت مش بتظبط النوم بتاعك نهائي. يعني حاجه ممكن تغلطها، تالت حاجه انت ممكن تغلطها ان انت ما تظبطش النوم بتاعك. يعني في ناس كلها ممكن تلاقي النتيجه بتاعتها مش افضل حاجه او مش احسن حاجه بسبب نومهم مش متظبط، ما بيعرفوش يناموا بالليل، النوم بيبقى فيه قلق، او هم يومهم متلخبط، او بيشربوا اكسسيف كافيين قبل النوم، فبالنسبه لهم بيبقى الموضوع فيه نوع من الصعوبه ان هو يدخل في مرحله الديب سليب عشان يستفيد من كل افرازات الهرمونات بتاعته. دي حلها بسيط جدا، ان انت تهيئ نفسك للنوم. يعني انت تدخل الاوضه بتاعتك يا معلم، تبعد عنك اي حاجه تعمل لك اي شوشره، تبعد الموبايل عنك، او لو هتستخدم الموبايل يبقى على الاقل ما يبقاش فيه الاضاءه بتاعته الزرقاء دي، يبقى الاي كومفورت مود شغال. ان انت تبدا تدخل في مود النوم واحده واحده، وتبعد الكافيين عن ميعاد السرير او ميعاد النوم بتاعك ب6 او 8 ساعات. ما تبقاش انت يعتبر ما تستهلكش كافيين او منتجات الكافيين بعد الساعه 6، فده هيحسن من جوده نومك. ولو انت عندك مشاكل جامده جدا ممكن تجرب مكملات زي الاشواجندا او تجرب الميلاتونين. الاتنين دول كويسين جدا في النوم، اللي هيساعدوا ان هم يقللوا الاسترس عندك ويخلوا النوم يبقى فيه ديب سليب شويه. والاوضه بتاعتك لازم تكون ضلمه، ما يبقاش فيه اي نوع من انواع الاضاءه، وفي نفس الوقت الاوضه تكون التمبرتشر او لا اله الا الله، نسيتها بالعربي، نسيت الجمله بالعربي، درجه الاوضه تبقى مناسبه. وبس دي ممكن معظم المشاكل اللي ممكن تواجه اي حد في البدايه تقريبا. يا رب اكون ان انا ما حضرتش الفيديو، بس يعتبر كده طلعت اتكلمت شويه، طلعت اتكلمت معاك وشويه، ما كنتش محضر حاجه في الفيديو، لكن اتمنى تكون استفدتوا. وانت لو بتواجه مشكله ان انت تصمم لنفسك برنامج تدريب، وانت عايز تريح دماغك خالص وتخلي مدرب هو اللي يصمم لك البرنامج بتاعك، ادخل عندنا على الويب سايت، شوف التحويلات واراء العملاء، وفكر ان انت تشترك معنا عشان تغير حياتك وتبقى فورمه قد الدنيا. باي.